حلو على فكره. يعني احنا ربنا، يعني انت مش الفكره ان انا ابدا اشتغل على نفسي، احب نفسي، فهيبدا يجي اللي يحبني. لان اوعي تتوقعي ان انت ما بتحبيش نفسك وحد هيحبك، لان ده مش هيحصل. انا احب نفسي، اقدر نفسي، اشتغل على نفسي، هينعكس هذا في العلاقه بتاعتي، سواء كانت بقى ايه، زواج او ارتباط او اي مكان، او حتى صداقه او علاقات على فكره. يعني هو ده مبدا عام اساسا. يعني الفكره ان انا لما بحب نفسي هيجذب. انا مش ضد الحب، الحب جميل وانا حبيب قديم. هي الفكرة فين؟ الفكرة ان الحب، الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيحب الانس، بيحب الالفة، بيحب على فكرة. طبيعي انك تحبي تسمعي كلام حلو لان انت تستاهليه. طبيعي انك انت تحسي تحبي انك ترتبطي بحد في متحمل مسؤولية، وان هو متشافي، بس ده كله ايه؟ كله ايه؟ لما انا اكون النسخة والفيرجن ده. لما انا اكون النسخه والفيرجن ده، يبقى انا ساعتها هجذب ده بمنتهى السهوله. الوعي الجمعي اللي بيقول ان الرجاله كلهم خاينين، ان مفيش رجاله كويسه، او ان الستات مش عارفه ايه، او الكلام ده انسفوه يا جماعه. الدنيا مليانه خير، وطول ما انت شغاله على نفسك، طول ما ده هينعكس على الواقع بتاعك. وهفضل اكرر الجمله دي طول الوقت. طول ما انت شغاله على نفسك، طول ما ده هينعكس على علاقاتك، على الواقع بتاعك، على صحتك، على مادياتك، على كل حاجه في حياتك.